صباح الخير عليكم. كيفكم؟ يتمنى تكونوا بخير ومرتاحين ومبسوطين في الأيام الجميلة دي كلها طاعة وراحة نفسية. ربنا يجعل لنا أيام خير وبركة علينا وعليكم يا رب العالمين. فيديو جديد عبارة عن يوم بسيط من أيامي، فيه شوية من الهدوء وشوية تفاصيل ومشتريات حبيت أغير بها في العيد. إن شاء الله نشوفها مع بعض. وأول حاجة بديت بها يومي إني فتحت الشبابيك وهويت البيت. والله يا بنات مجرد دخول الهواء الصباح كده بحس البيت اتغير كله، والنور داخل والهواء البارد الخفيف والإحساس ده اللي بيديك راحة للنفس بدون سبب. أنا من الناس اللي بيحبوا يبدو يومهم دايما بهدوء، ما بحب الاستعجال في الصباح، بحب أخد وقتي شوية وأرتب أفكاري مع بداية اليوم. وطبعا قلت خلاص اعمل الفطور، واليومين ديل انا بحاول اعمل فطور صحي لاني بعاني من مشكلة نقص الحديد، فاي وجبة فيها عنصر من الحديد انا بحب اخد الصباح. فركزت الفطور على كده، قلت اعمل فطيرة السبانخ بالجبنة لذيذة شديد ومشبعة في نفس الوقت. تجيبي بيضة واحدة وتضيفي لها شوية من الزبادي او الرايب وشوية من الحليب والسمنة او الزبدة وملحة وباكنج بودر، تخلطيهم مع بعض الخليط ده تماما ونخده جانبا. بعدها نجيب الصينية أو المول ونجيب العجينة دي متوفرة في أي سوبر ماركت، بتشبه الجلاش ولكن هي ما جلاش، ولو انت شاطرة في المعجنات ممكن تعمليها براكي في البيت. نفرد العجينة في الصينية كويس من كل الجوانب ونضيف ليها شوية من الخليط اللي عملناه. تمام. بعد ذاك نضيف الصبانخ يفضل طبعا تكون فريش، انا عندي مجمدة فعملتها على طول. فانتوا اذا جبتوا الفريش قطعوها واضيفوها طوالي في الفطيرة، وضيفوا لها شوية من الفلفل الاسود والجبنة. تمام. ونغلفها تماما. انا المفروض اضيف الجبنة وتكون مصورة، لكن والله العظيم مع التصوير ومركزة فيه نسيت اضيف الجبنة، ولكن طلعت برضو جميلة وشهية من غير الجبنة، صدقوني يا بنات. نغطيها كويس من كل الجوانب، وبعد ذاك نضيف لها شوية من الخليط برضو اللي نحن عملناه، يعني نشربها من فوق. وبعد ذاك نزينها بالطريقة اللي نحن بنحبها، إذا عايز تزينيها بسمسم أو تزينيها بالحبة السوداء اللي هي حبة البركة، أو إضافة الاتنين مع بعض برضو بتدي نكهة جميلة جدا وطعم رهيب. ندخلها على فرن سخن مسبغا. وطبعا مادام نحن بناكل وجبة فيها عنصر الحديد لابد من فيتامين سي اللي هو عصير البرتقال الفريش، لازم يكون فريش عشان شنو يساعد في الامتصاص بتاع الحديد. تمام. بقيت الفترة دي ما بقدر أشرب الشاي ولا القهوة مباشرة بعد الفطور إلا بعد 2 أو 3 ساعات من وجبة الحديد. ليه؟ عشان هي بتقلل من امتصاص الحديد، فالنقطة دي مهمة جدا. حاول انتبه لها دايما، لانه انا بحب القهوة كتير وبحب الاسكافيه كتير. وطبعا ما اقول لكم ريحة الفطيرة ما شاء الله بجد شهية، والحاجة دي براها كفيلة تعدل لك المزاج اليوم كله. انا بحب الاكلات البسيطة اللي بتنفع للفطور وتكون خفيفة وفي نفس الوقت مشبعة. واكتر حاجة بحبها في الصباح لما اليوم يكون هادي وانا قاعدة مع الفطور ومشروبي المفضل، اللحظات البسيطة دي رغم انها عادية لكن فعلا هي اللي بتصنع لنا ايامنا الحقيقية. احيانا الزول يكون محتاج يبطئ شوية، يبعد من الضغط والزحمة ويعيش يومه بالراحة بدون استعجال، لانه كل حاجة زي ما بيقولوا ملحوقة، ما في داعي للعجلة. وبعد ذاك فكرت أشارككم مشترياتي، اشتريت حاجات بسيطة بس للتغيير، يعني ديكور ما أكتر من كده، عشان أغير به شوية من شكل الحاجة المعتادة في البيت. لأنه صراحة فعلا تجهيزات العيد ما لازم تكون مكلفة شديد، أحيانا أبسط الحاجات هي اللي بتفرحنا أكتر. المهم البيت يكون فيه راحة ولمة وطاقة حلوة. طبعا الفترة دي واضح انه البنفسجي مسيطرة علي شديد، فاشتريت حاجاتي كلها بالبنفسج او فيها اللمسة البنفسجية.
اول حاجة اشتريت التابلوهات دي، بتتعلق على الحائط، وانا جبتها عشان اعلقها من فوق على السرير. فان شاء الله هعلقها مع بعض ونشوف هتطلع شكلها كيف. هم بيجوا 3، اطارهم خشبي وهم من القماش. فكانت الوانهم هادئة وجميلة، عجبتني، بنفسج، داخل عليها شوية من الروز، وكمان ممكن تتعلق وممكن تلصقيها باللصاق بتاع الدبل فاس. تمام. هم 3 بيجوا كل شكل مختلف عن الثانية، حلوين شديد وانا عجبوني بالنسبة للتغيير، لانه ما عندي اي لون بنفسجي في الديكور. تاني حاجة اشتريت المفرش ده. المفرش ده مفرش صيفي بالبنفسجي، وفيه شوية من الفيونكة المشغولة، بتكون ما ظاهرة في التصوير، ولكن فيه فيونكة مشغولة واضحة، شكل التطريز جميلة جدا وعجبتني، فنشوفها مع بعض. بصراحة جميلة، أنا أول من شفتها في الموقع عجبتني جدا جدا. ما كلمتكم الطلبية دي من موقع شين وتيمو، يعني ما اشتريتها من موقع واحد، طلبتها من موقعين، لأنه كان في حاجات لقيتها هنا وفي حاجات لقيتها في الموقع الثاني. تمام. وكمان طلبت الملاية دي برضو فيها ألوان بالبنفسج وهي في الأبيض، فاشتريتها للسرير لأنه بتجلستك، فأنا اشتريتها وهي قطن عشان للنوم بتكون مريحة جدا. كمان اشتريت المساند دي أو غلافات المساند دي باللون البنفسجي الغامض والفاتح، حلوين جدا وشكلهم مضلع. افتح لكم واحدة تشوفوها. فشفتوا عجبتني شديد، فاشتريت منها 4، حلوين وناعمين صراحة. دي برضو نفسها هي، يعني لأنه 2 من البنفسجي الفاتح واخدت 2 من البنفسجي الغامض. ألوانهم عجبتني صراحة. ودي طبعا نفس التانية. وكمان أخدت 2 تانيات اللي هم صغار، فعشان أخدتهم في السرير، بيكونوا طقم الملاية، فرهيبات شديد، والديزاين بتاعهم فيه فستنة من الجنبات، فحلو شديد ومختلف. حيكونوا طقم الملاية دي حلوين شديد برضو عجبوني. ودي التانية منها. طبعا الملاية ما كلمتكم بتجي معاها أكياس بتاعت مخدات، لكن بتشتريهم ما مع الملاية، فنفس الشكل. وكمان طبعا لازم اجيب حاجة لنفسي، فقمت جبت المخدة دي بتاعت السيتان، عشان مرات كتير بتضايق من الطاقية بتاعت السيتان والبسها ساعة النوم، فجبتها كمان باللون البنفسج زي ما قلت لكم اليومين ده الغالب علي اللون ده، فعجبتني برضو. واشتريت شموع طبعا بالبنفسج برضو عشان كمان الديكور يكتمل. اكيد طبعا ما انسى نفسي، ده فستان اشتريته برضو بالبنفسج عشان البسه صباحة العيد في البيت، فحلو شديد عجبني. فيه دانتيل كده على الأكمام، والتفصيلة بتاعته حلوة شديد، عرفته ما طويل وما قصير، ولكن أنيق 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 في اللبس. أنا جربته ما شاء الله تبارك الرحمن، بجد راقي جدا، فكل الألوان متوفرة فيه، فأنا أخدت اللون البنفسجي ده. وكمان ما ننسى الورد، جبت الورد ده، الورد ده جميل وحلو. عندي فازة صغيرة كده جبت لها الورد ده، يكون لونه فاتح شوية. وجبت نوع تاني من الورد لكن صراحة ما حبيته، ما عجبني، كان في الصورة حلو شديد وراغي، لكن لما جبته ما حسيت بيه حلو، اللي هو ده. لكن خلاص هو وصلني في النهاية، لكن صراحة الكاليتي بتاعته ما عجبتني نهائيا، فأفضل ذاك. فإن شاء الله هجيب ورد تاني عشان أنصغ بيه.
واشتريت شنطة. طبعا ما كلمتكم أنا في أي طلبية بتاعت مشتريات للبيت بجيب حاجة لنفسي، لازم بجيب صك اللي هو شنطة لازم. فاشتريت الشنطة دي حلوة شديد وخفيفة وفي نفس الوقت واسعة من جوا، فيها كذا جيب، وبتجي معاها الحزام ده. لكن الحزام ده للأسف أنا ما بحبه، ما بحب النوع ده، فطلبت حزام تاني إن شاء الله للشنطة. وعندها حزام بتاع يد قصير فكان أنيق جدا برضو لما تشيليها بيها، حلوة شديد وعجبتني، وفيها كل الألوان كمان. وكمان جبت الرف ده، هو الرف ظريف ولكن حسيت به ومساحته ما واسعة، ضيق. أنا جبته على أساس إنه ما بيحتاج أي مسامير أو أي فتحات، بس هو فيه خاصية إنه يصغر ويكبر ويكبس على الدولاب، يعني ما يحتاج أي حاجة للتثبيت. ظريف شديد بس للأسف ما عريض. إن شاء الله لما أركبه برضو حصور لكم تشوفوه على أرض الواقع، عشان إذا حبيتوا تشتروه تكونوا عندكم فكرة عنه تماما. وديل طبعا اللصاقات بتاعة الدبل فاس، جبتها للوحات عشان برضو ما يحتاج لأنه أخرم الحائط. وبرضو طلبت الاستيكر ده بالنسبة لللابتوب لأنه معرب، فكنت بحتاج له كتير، فاشتريته حلو وظريف، فإن شاء الله حستخدمه. وكمان مع أي طلبية أنا بشتريها لازم اشتري اكسسوارات، فبحب الحلق كتير، فاشتريت حلقين جميلين جدا وعجبوني. ده الأول حلو شديد وراغي، أنا بحب الاكسسوارات كتير، فعشان كده لما أشوفهم ما بغاوم. حلو صراحة. التاني اشتريته مشكل صراحة، لأنه عندي منه طقم أصلا، عندي منه سلسل وعندي منه أساور، فعشان كده حبيت اشتريه عشان هو مطقم. الطقم كامل جميل جدا، عجبني برضو ظريف وفيه كل الألوان وبتلبس لك مع كل اللبسات، فحلو جدا صراحة. وما أنسى حابة أرحب شديد بكل الناس الجديدة اللي انضمت للقناة، والله فرحتوني شديد بوجودكم وتعليقاتكم الحلوة كمان، وإن شاء الله الجاي يكون أجمل معاكم بإذن الله الواحد الأحد. لأنه صراحة أنا أكتر حاجة مبسوطة بيها في الفيديوهات دي إني بقيت أوصل لحظاتي الحقيقية من يومي معاكم، بدون تصنع، بدون مثالية، بس حياة بسيطة فيها راحة وروقان. واكتبوا لي في التعليقات شنو أكتر جزء حبيتوه في الفيديو، ولو بتحبوا الروتينات الهادئة وتفاصيل البيت والمطبخ والترتيب ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا معاي في كل الفيديوهات الجاية. وبرضو ما تنسوا تنتظروا الفيديو الجاي لأنه حنرتب فيه كل مشتريات الديكور الخاصة بالعيد، وحنعمل جو مرتب وهادي يفتح النفس، ونشوف كل التفاصيل مع بعض. لفيديو قادم كونوا بخير دايما وأبدا، مع السلامة.